هو ليه صفقات النادي الاهلي كلها ما تكونش زي صفقه بالعمري؟ ليه نجيب لعيبه كسر ما نجيبش صفقات سوبر زي بالعمري؟ بعد غياب اكتر من سنه النادي الاهلي اصبح بيمتلك باك شمال سوبر متكامل، ولكن باك شمال في وسط مجموعه عباره عن لعيبه شبعت كوره، لعيبه ما عندهاش طموح، لعيبه فاقده للشغف، وبالتالي اللاعب علشان يظهر وتشوف فعلا باك شمال سوبر زي علي معلول، وده اللي شفته في ماتش الترجي، لاعب متكامل، المهاره، الاحتفاظ بالكوره، العرضيه، النموذجيه، كلها متوفره في اللاعب المغربي وباك شمال النادي الاهلي يوسف بالعمري. والسؤال هنا، ليه لما بنيجي نختار ونجيب صفقات ما بنجيبش صفقات سوبر زي بالعمري؟ انا نفسي افهم. الانتقالات الماضيه جبنا 5 6 صفقات ما فيش فيهم غير بالعمري. انا نفسي افهم ليه السكاوتنج في النادي الاهلي عينه مش كويسه، ليه ما بنختارش باتقان اكتر من كده؟ على العموم يوسف بالعمري مكسب كبير جدا للنادي الاهلي. مبروك لكل جماهير النادي الاهلي رغم الاخفاقات، ولكن ان شاء الله القادم افضل.